رحبنا على وجه التحديد بالجهود المضنية المبذولة من أجل اعتماد النصوص القانونية الضرورية لتأطير العملية الانتخابية في ليبيا. في مشاورة وصفها وزير الخارجية أحمد عطاف بالثرية والمعمقة جمعته مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في دولة ليبيا عبد الله باتيلي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، أكد الوزير عطاف أن جوهر الأزمة الليبية ولب الصراع يتمثل في التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والتي ترفضها الجزائر رفضا تاما سياسية كانت أو عسكرية، نظرا للدور التي تلعبه في تغذية الانقسام بين الليبيين. نشيد بالمساعي المبذولة تحت لواء هاتين المنظمتين، ونرى فعليا بأن المسارين الأممي والإفريقي مترابطان في المسعى ومتكاملان في المقصد، ولكم منا كل الدعم والمساندة في مساعيكم المتواصلة وجهودكم الحثيثة الرامية لإنهاء الأزمة الليبية. السياق الدولي والإقليمي المثقل بالصراعات والأزمات والاضطرابات لم تثن مساعي الجزائر لحلحلة الأزمة الليبية، والتي تدرجها الخارجية على رأس أجنداتها لتوحيد صفوف الشعب الليبي نحو صياغة التوافقات السياسية الضرورية وتأطير العملية الانتخابية، وكذا إنجاح مؤتمر المصالحة الوطنية لرأب النزاع وصدعه. في حقيقة الأمر المشهد الليبي اليوم صعب. أولا ضعف المؤسسات الوطنية الليبية، وكذلك انتشار الأسلحة، وكذلك لاحظنا وجود انقسامات كثيرة. وبالتالي فتصريح وزير الخارجية الجزائري أولا يرتكز على نقطة المصالحة الوطنية والحوار باعتباره ضروري للوحدة والثقة ما بين جميع الأطراف، كذلك ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل مرحلي وتدريجي من ليبيا. من جهة أخرى لابد على الأشقاء في ليبيا أن يعملوا على توحيد الأجهزة الأمنية ولا سيما مؤسسة الجيش، بالإضافة إلى ذلك إلى أن حلم الانتخابات أصبح يتبخر اليوم في ليبيا بفعل تدخلات الأطراف الأجنبية، وهذا ما أكدته سابقا تقارير أممية ومبعوثين خاصين بالأمم المتحدة. لطالما وقفت الجزائر إلى جانب شقيقة ليبيا قولا وفعلا، وستبقى وفية لسياساتها ولموقفها من الأزمة التي تهدد أمن واستقرار وحدة هذا البلد، وستواصل كذلك دعمها التام وانخراطها الكامل في الجهود المبذولة سواء من قبل منظمة الأمم المتحدة أو من قبل الاتحاد الإفريقي.